قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار. اوعى تدخل على 10 أيام أواخر من رمضان وانت مخاصم حد، وانت يكون في شحناء بينك وبين صاحبتك. سامح كل الناس وصالح كل الناس لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يبلغك ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. اوعى يكون في قاطع رحم بينك وبين قرايبك. ارفع سماعة التليفون وسامحهم وقول لهم سامحوني. احنا داخلين على اخطر 10 ايام في حياتك فيهم ليلة القدر، عشان تعتق من النار وتفوز بليلة القدر. سامح كل الناس وصالح كل الناس، وإياك يكون في قاطع رحم بينك وبين قرايبك. احنا كلنا عارفين فضل ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واللي هيتعبد في ليلة القدر كأنه تعبد 1000 شهر. ولكن في قضية تانية مهمة جدا، وقبل ما أقولك عليها اسمع الآية ديت: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللي هيتزحزح بس عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. القضية إن في قضية عتق من النار، غير ليلة القدر في عتق من النار. من أول يوم رمضان لغاية يوم 30 رمضان في عتق من النار، ولكن آخر 10 أيام في زيادة، في رحمات أكتر، في عتق من النار أكتر. اوعى تكون من المحرومين. انت مش متخيل النار ديت عاملة ازاي. انا هقول لك دلوقتي على 3 أحاديث عن النار عشان تعرف النار دي قد ايه هي صعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترونها حمراء كناركم هذه لهي أشد سوادا من الكار. هي مش نار حمراء، دي نار سودة. تعرف الكار ده اللي هو ايه؟ اللي هو الزفت اللي بيعملوا بيه الشوارع. دي نار سوداء. احنا محتاجين ان احنا نعتق من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. يعني النار اللي احنا بنستخدمها دي في حياتنا جزء من 70 جزء من نار جهنم. انت متخيل؟ واسمع كمان الحديث ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط. يعني ليه سيدنا ميكائيل مش بيضحك؟ قال جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. يعني سيدنا ميكائيل ما ضحكش من أول لما خلقت النار. وإحنا مش عاوزين نعبد ربنا في آخر 10 أيام من رمضان. إحنا عايزين نعتق من النار، عاوزين ربنا سبحانه وتعالى ينجينا من النار. ادعي في كل يوم إن ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من النار. أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ لأن في ناس بتعبد ربنا في آخر 10 أيام من رمضان، يوم ويوم لأ. الليلة الفردية تلاقيه موجود في المسجد، اللي هي ليلة 21 و23 و25 و27 و29. والليلة الزوجية تلاقيه بيكسل. القضية قضية عتق من النار. ليلة القدر في الليلة الفردية، ولكن الليلة الزوجية ما هو فيه عتق من النار. انت بتكسل على ايه؟ انت بتكسلي على ايه؟ ده هم 10 ايام يا جماعة. 10 ايام بس مش عارفين نعبد ربنا 10 ايام؟ مش كفاية السنة كلها احنا بعاد عن ربنا سبحانه وتعالى؟ مش مكسوف ان ربنا سبحانه وتعالى يشوف في قلبك ان انت بتعبده ليلة وليلة لأ؟ ال10 ايام ما فيهمش تهريج. ال10 ايام دول اخطر ايام في حياتك. ربنا هينجيك من النار، ربنا هيبلغ ليلة القدر. انت هتكون اسعد انسان في الدنيا، في رحمات نازلة من فوق 7 سماوات. اوعى تحرم نفسك من الرحمات ديت. ابعد بقى عن التلفزيون، وابعد عن القهوة، وابعد عن اي شيء يشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى. ركز مع ربنا في ال10 ايام دول. ركز علشان تعتق من النار. انا بكلمك وانا حريص عليك، وممكن يكون كلامي فيه انفعال شوية، بس انا حريص عليك. عاوز اخد ايدك وندخل الجنة، ندخل كلنا الجنة.
وربنا سبحانه وتعالى ينجينا من النار. ولو ال20 يوم اللي فاتوا دول انت كنت مقصر مع ربنا وكان حالك وحش مع ربنا، النهاردة يوم جديد، النهاردة يوم ميلاد جديد ليك، ان تقول يا رب انا تبت وسامحني يا رب، انا هبدأ معاك صفحة جديدة فعلا. وال10 ايام دول اهو فرصة قدامك، ده يوم واحد ربنا سبحانه وتعالى ممكن يفتح عليك الخير كله. واخر حاجة هقولها لك هي مشكلتنا كلنا في النفس. قال الله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النفس دي هي عايزة الكسل، هي عايزة تقعد قدام التلفزيون، مش عايزة تعبد ربنا. نصيحتي ليك صلي ركعتين واسجد وقول له يا رب انصرني على نفسي يا رب، يا رب نفسي دي عايزة تعصيك يا رب، يا رب نفسي مش عايزة تقرب منك يا رب. اشتكي له من نفسك، والله قسم اتحاسب عليه يوم القيامة. لو اشتكيت لربنا من نفسك ربنا هيعينك عليها وهتقدر تعبد ربنا. بس انت اشتكي له وابكي وعيط، قول له يا رب انصرني على نفسي، انصرني على نفسي يا رب، لو وكلتني لنفسي انا هضيع يا رب. لو اشتكيت لربنا ربنا هينصرك على نفسك وهيعينك عليها وهتقدر تعبد ربنا سبحانه وتعالى. فانسى ال20 يوم اللي فاتوا وابدأ في ال10 ايام دول، وما تنساش الدعاء ده: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. احنا محتاجين ان ربنا يعفو عنا بذنوبنا ومعاصينا دي كلها، محتاجين فعلا ان ربنا يعفو عنا. فشد حيلك واجتهد وربنا يعيننا ويبلغنا ليلة القدر.